السلام عليكم أصدقائي التلاميذ والتلميذات وكذلك أولياء الأمور، ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. في هذا الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد الخبر أو واحد القرار جديد من وزارة التربية والتعليم، واللي غادي يكون مفرح بزاف لجميع التلاميذ والتلميذات وكذلك حتى أولياء الأمور ديالكم، واللي غادي يطبق إن شاء الله بداية من هذا الأسبوع. فالمهم باش تعرف تفاصيل أكثر خليك متبع معايا هذا الفيديو حتى الأخير. وقبل ما نبداو فما تنسوش أنكم تخلوا لينا اعجاب واشتراك وتبارطاجيو هذا الفيديو مع جميع الاصدقاء ديالكم. المهم وكما كتشوفوا معايا في هذا البلاغ اللي خرجت وزارة التربية والتعليم، واللي كان الموضوع ديالو في شأن إطلاق عملية التحويل المالي الثالث برسم السنة الدراسية 2022-2023 في إطار برنامج تيسير. يعني أنه اللي نفهموا من هذا الشيء بالنسبة يعني للتلاميذ والتلميذات وكذلك أولياء الأمور اللي كيستافدوا من المنحة ديال تيسير، واللي ما خداوش الدفعة الثالثة يعني من هذه المنحة أو الفلوس ديال تيسير ديال السنة الماضية، فممكن أنهم يستافدوا منها هذه السنة بداية من 1 دجنبر 2023. يعني أنه بالنسبة لأولياء الأمور اللي مازال ما خدوش المنحة ديالهم، فإن شاء الله بداية من نهار الجمعة اللي جاي فممكن أنهم يبداو يستافدوا من هذه المنحة أو الفلوس ديال التيسير على الأبناء ديالهم، واللي غادي يستافدوا منها إن شاء الله من خلال الحساب البنكي ديالهم أو من خلال الوكالات ديال القرب بحال كاش بليس أو البريد كاش. المهم فهاد الشيء اللي كان في هذا الخبر ديال اليوم. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء.